هو ليه الناس لما بتاخد منصب جديد ولا بتشتهر ولا يعني بينجحوا في حياتهم بيخشنوا في صوتهم ويجيبوه من القرار ويعملوه طبقة تانية ويبتدوا يلبسوا ماسكات عشان الناس تعمل لهم حساب؟ هو ايه اللي بيحصل؟ خلوني بقى احكي لكم عن واحدة اسمها حليمة يعقوب. حليمة كانت بنت غلبانة جدا عايشة في سنغافورة مع أهلها، تصحى كل يوم الساعة 4 الفجر تساعد أمها وأبوها في إن هم يبيعوا شوية حاجات. الست دي بقت في يوم من الأيام رئيسة لسنغافورة، أول رئيسة ست لسنغافورة. وأول ما دخلت للقصر الرئاسي اتقابلت طبعا بكل الحاجات اللي المفروض تعملها: البروتوكول، طريقة الكلام، اللبس المعين، السلام المعين، وكأنهم بيسحبوها من وسط الشعب للبرج العاجي. لكن حليمة الحقيقة رفضت، لا سابت بيتها، لا راحت قعدت في وسط الوزراء ورجال الأعمال وأصحاب المقامات. فضلت تعيش مدة كبيرة جدا في نفس بيتها، تنزل تشتري خضار وتتكلم مع ناس وتبقى قريبة منهم. فضلت هي حليمة البنت وبعد كده الست السنغافورية اللي بقت تحكم البلاد. وفضلت في بيتها على فكرة مدة كبيرة جدا جدا إلى أن استحالت العيشة فيها، بس عمرها ما انسلخت وعمرها ما غيرت لا شكلها ولا منظرها، ولا قالت لك لا 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 الحجاب أصله ما يصحش تبقي في الدولة بالحجاب، لا 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 لا. هي فضلت نفس الشخصية لغاية آخر يوم. ساعات كتير قوي احنا بنقع في الموضوع ده او بنتحط في القصة دي اول ما بنترقى او بنمسك بوست او بنتعرف، بنضطر نلبس ماسكات، بنضطر نتكلم بلغة متفبركة، بطريقة متفزلكة علشان نبان مهمين وفاهمين ومعروفين واللي مش هنكر ان سبب كبير منه جدا هو ضغط المجتمع. بس لازم كمان نبقى عارفين ان ده بيخنق روحنا، بيسلخنا من حقيقتنا، بيخلينا مزيفين. كان ممكن جدا حليمة تتأثر بالمجتمع اللي دخلته الجديد ده وببريقه وبلمعته، بس هي اختارت تكون نفسها، تكون قريبة، تكون هي الحقيقية. وعلى فكرة الناس ما بتنجذبش للصوت الجهوري ولا المنظرة الفارغة، الناس بتنجذب للشخص الحقيقي القريب اللي يقدروا يتواصلوا معاه، اللي يقدروا يفهموه يفهمهم. خلينا نشيل الماسكات، خلينا نكون نفسنا، ده هيساعدنا قبل ما هيساعد غيرنا. واول خطوة في ان احنا نعمل ده ان احنا نلاقي صوتنا الحقيقي اللي نقدر نعبر بيه. فشيلوا الاقنعة، طلعوا صوتكم الحقيقي واتكلموا بيه، صوتكم يستاهل يتسمع. اشوفكم المرة الجاية، سلام.